قال لي سمحي لي، ما نويتش نسمح فيك، انا راني كنت باغيك وباقي لدابا باغيك. راه الوالده اللي قالت ليها سخطها الرضا، هذيك ما تكونش لك مرا. انا تبعتها باش ما نديش سخط الوالدين. والله ما راني فرحان، راني عايش تعاسه. انا هنا طلعت ونزلت فيه وضحكت لي الضحكه الصفراء، دفلت عليه وزدت. رجعت لخدمتي وانا ربي اللي مطالع بيا. شحال قدني غنبقى مريحه في الدار، اللهم نوض ونعول على راسي ونرمي الماضي مورا ظهري. حتى النهار اللي غادي توقف عليا مو السيده، ما عرفتش مالها، عاد بدات كتغوت وقالت لي شوفي فرقع عليك ولدي راه مزوج، واش انتي ما كتحشميش، واش ما عندكش الوجه؟ كتغوت ربي اللي خلقها، دارت لي الشوهه وسط الجيران، كلشي خرج كيتفرج فيا وانا ما دايره لا بيدي ولا برجلي. خليتها واقفه كتعرعر وانا دخلت للدار وسديت عليا. وكان هادشي في نفس النهار اللي عرفت فيه ان ماما مريضه بالسرطان. الله ينجيكم وينجينا وينجي امه محمد. دوزت اكفس ايام حياتي، كلشي تخربق عندي، ما بقيت عارفه راسي باش تبليت. ومنين نزل عليا هادشي وليت كنقول يا ربي الا كانت من عندك مرحبا بها، الا كانت من عند العبد لسمح ليه. قلت غنحيد عليا كاع الافكار السلبيه وخاصني نوقف مع بابا تدوز من هاد الازمه. بديت متبعه معاها الكونترول والادويه، ولكن صحتها غدا وكتكفس. واحد النهار عاوتاني ورانا راجعه من الخدمه حتى تلقى ليا تاني بركابي في الطريق. انا غير شفتو زدت حقدت عليه كثر وكثر. هنا قال لي شوف يا بنت الناس، انا كنبغيك وندمت عليك وباغي نرجع معاك. راني ندمت حتى تزوجت، انا عارف راسي غلطت ودرت خاطر الوالده، ولكن انا كنبغيك انتي. صبري معايا نطلق ونتزوج بك. انا هنا ما عقلتش على راسي، بديت كنغوت وكنقول لي وعطاني اتساع وبعد مني، واش بغيتي عندي؟ ما بقيتش باغاك، ما بقيتش كنحمل فيك الشعره. وعرفتيش غيجيك مليح واخا تبقى انت اخر راجل في العالم. والله لا كنت لك مرا انساني حسن لك، ولا غتشوف شي وجه ما عمرك شفتيه. مشات ايام وجات ايام وانا مدهيه غير مع المرض ديال الوالده، متبعه معها الطبيب ومقابله خدمتي. بداو كيتقدموا لي الناس باغيين يتزوجوا، ولكن لاحظت واحد الملاحظه في شكال ان اللي جد وفيه ما كيعاودش يرجع. قلت ويلي اش هادشي زعما، ياك ما كاينه شي حاجه. بقيت ما فاهمه والو حتى النهار اللي غادي يتعرض ليا ثاني بركابي. قال لي شوفي راه نجيك من الاخر، رانا قلت لك راه لا ما كنتيش ليا راه ما غتكوني حتى لشي واحد. اختاري وحده من الجوج، يا نديك انا يا نديك الموت. والله حتى نشوهك، والله حتى نخلي بنادم كله يهضر فيك. تما ويدير ليا الطرن في راسي. محول اللي جا ما كيعاودش يرجع، واقول يا داكشي جاي من عندك. فعلا اخوتي دارني مسكه في الفوام، اللي كيشوفو كيتقدم ليا كيمشي عنده وكيقول هذيك راه كانت معايا وكنا كنديرو وكنا كنفعلو، كيعاود لهم اللي كاين اللي ما كاينش. حتى بنادم تيطج تيقول ويلي انا فين كنت غادي نطيح، جاب الله ربي صيفط ليا هاد ولد الناس فهمني ووعاني. ملي عرفت انا القضيه غادا بحال هكا قلت حيد عليا، انا شبه كاع بشي جواج، انا نقابل غير ماما وخوتي بارك عليا. قابلت دارنا وخدمتي ووكلت امري الله سبحانه وتعالى، هو اللي قادر يدير لي حل في هذه الحياه. نسيت الزواج وكنت ديما كنقول بيني وبين نفسي واش اللي دارت شي علاقه محرمه بينه وبين واحد باقي ربي غيسهل عليها. واحد النهار حتى دخل عليا المدير بحكم انني خدامه في بنكه، قال لي شوفي راه غيدخل عندك واحد الكليان عندنا معاه شي خدمه، بغيتك تكلفي بالملف ديالو كامل. بالفعل جاو خدمت معاه، كانت واحد 15 يوم ديال الخدمه، كنت ما كنفوتش معاه الحدود، حدي معاه الخدمه وحبس. كان تبارك الله واحد الكليان منه ما كان همه وشان، كان كبر مني بشي 15 عام. كملت انا وياه الخدمه والسيد مشى فرحان، مشى شكرني للمدير ومشى بحاله. من وراها ب 15 يوم وانا خارجه من الخدمه حتى وقف عليا هاد الكليان بطوموبيلته، نزل سلم عليا وقال لي شوفي انا بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع. قلت ليه ماشي مشكل. مشينا لواحد القهوه كانت تما قريبه وجلسنا وبدينا كنهضروا. قال لي شوفي يا بنت الناس، انا نجيك نيشان، انا راني مزوج ومطلق وراني شفتك وعجبتيني وبغيت معاك الحلال. عاود لي على حياته كامله وقال لي انه مستقر ما بين فرنسا والرباط. هو كيهضر وانا عقلي غايب وكنتحسر على راسي، كنفكر في الهم اللي انا طايحه فيه وفي داك ولد الحرام اللي ما غاديش يخليني نتزوج وما غاديش يخليني ندير حياتي. اكيد الا مشيت حتى قبلت بهذا السيد هذا غادي يشوهني معاه حتى هو.